السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الطارطوليت بكريمه اللوز. تيجيو ممتازين، تيجيو رائعين معلكين، وتيجيو في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم ولا اروع. اروع ميني طارطوليت اللي ساهلين في التحضير ديالهم بمكونات بسيطين. تابعوا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا الوصفه، وما تنساونيش باللايك ديالكم بالبارطاج باش يوصلكم كل جديد، وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج سلافه صغيره ديال اللوز بالقشره ديالو اللي بطبيعه الحال مسحته من الغبره، 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، الزبده، كاس ديال السكر سنيده، 2 ديال الفاني، و2 بيضات، وقبيصه الملح. بالنسبه للمقادير مضبوطين غتلقاهم في صندوق الوصف. خديت اللوز اللي قلت لكم انني مسحته من الغبره وطحنته يعني تيولي بودر. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير فيه الزبده ديالي، تكون يعني لينه بحراره المطبخ، تنجبدوها من قبل من الثلاجه وتنحطوها. فاني، سكر سنيده. نحاول انني نخلط شويه مزيان حتى تذوب ليا ديك الزبيده كما تشوفوا معايا، وغادي نضيف 2 بيضات ونخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى نحسوا بديك الزبده انها دابت تماما. خص الزبده تذوب. ممكن نديرو باطول اولا نخدمو بيدينا اللي بغيتو. نخلط مزيان العناصر ديالي مزيان كما تشوفوا معايا، نخدمو الزبده مزيان. الا بغيتو تربحوا الوقت انكم ديروا باطور كهربائي دغيا تيخلط لكم العناصر كلها بالزربه ودغيا. غادي نضيف اللوز ديالي ونعاود نخلط مزيان الخليط ديالي مزيان حتى نحسوا بديك الزبده انها انسجمت مع اللوز، انهم ولا خليط متجانس. تنخلطو مزيان حتى نحسوا بها دابت كما تشوفوا معايا. وغادي نضيف الدقيق، 2 معالق كبار ديال الطحين، نعاود نخلط مزيان الكريمه ديالي. تتجي ممتازه هاد الكريمه هادي. عندي هنايا طارطوليت اللي جاهزين خديتهم، غادي نعمرو بهم هاد الكريمه اللي درنا ديال اللوز اللي تتجي لذيذه ومعلكه، تتجي ما نقول لكمش مذاق يا سلام. صافي غادي نعمرهم، وفي هاد الاثناء تنكون مسخنه الفران ديالي اللي تنشعل عليهم من التحت حتى نشوفهم انهم شدوا راسهم. نعاود نشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا، تيجيو هائلين. ونزوقوهم باللوز إفيلي اولا كونكاسي اللي عندكم. صافي تدخلوهم الفران. بعد ما تيطيبوا تيتحمروا تيجيو معلكين هائلين، وكما تشوفوا انهم ساهلين تحضروهم في وقت اللي هو وجيز، تقدموهم في الفطور ديالكم اولا في السحور ديالكم تيجيو رائعين. نتمنى الوصفه تعجبكم اكيد، وخليتكم على خير في الوصفه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.